الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن. mbooloo mi soppe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci ay baat yu gàtt incha allah lañ fas yéene tatagal gan yi ak mbooloo mi fi teew, rawatina ñi nga xam ne ñoo war a jël kàddu di waxtaan ci ay mawdu yu ama am solo te ñu baaxoo di ko def, di ko organiser ànd ak soso pay bi mu loo xam ne lu cosaanu la fii. ma ne balaa ma wax ay baat yu gàtt ci arab, ma jéem a def laxa gàttal li nga xam ne moom laa bind ci arab wax ko ci olof. loolu lañ fas yéene insha allah wax ci. idan naqul alhamdulillahi rabbil alamin القائل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل من قائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنور المبين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. ولله در الشيخ الذي يقول نبي أتانا وهو نور وكله من الله برهان وتل غاية القصوى. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها السادة الكرام ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسرني أن أعبر أصالة عن نفسي وعن رئيس اللجنة المكلفة بالبحوث والندوات العلمية في جمعية أنصار الدين السيد أحمد بكار ابن الشيخ عمر ابن الحاج عبدو ابن الشيخ أحمد بكار، زاده الله توفيقا وتيسيرا في أداء مهامه العظام التي يقوم بها ويضحي فيها النفس والنفيس خدمة للحضرة الإبراهيمية والحفاظ على تراثها الثمين. وعبر عن هذه الكلمات للترحيب بالضيوف الذين لبوا هذا النداء كالعادة للتدليل على صدق محبتهم وتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وتعلقهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونرحب بالضيوف وبخاصة أولئك الذين أتوا من مختلف البلدان
من مختلف البلدان والقارات، فإذا نرحب بهم ونرحب بجميع الحاضرين الذين جاءوا لقضاء هذه الأوقات النورانية مع الشيخ إبراهيم في الاحتفاء والاحتفال بذكرى ميلاد حبه الأعظم وصفي الله من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأتوا من كل فج عميق للمشاركة في إحياء هذه الأيام المباركة، وهي في الحقيقة أيام الله. وقال جل من قائل: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقاموا بذلك قاموا بهذه الجهود المشكورة لإنجاح هذا المؤتمر السنوي الهام الذي دأبت الحضرة الإبراهيمية على تنظيمها تأسيا بالشيخ الذي يرى أن امتداح حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثمرة حياته. أيها الأحباب، ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرحب بكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم كل الترحيب. سادة الأجلاء، فإنه أصالة عن نفسي ونيابة عن اللجنة العلمية برعاية الشيخ أحمد بكار رئيس اللجنة العلمية لأنصار الدين، وباسم القيم على هذه المنظمة السيد محمد منحمنا ابن الشيخ إبراهيم، وباسم الخليفة الشيخ محمد الماحي بن الشيخ إبراهيم حفظه الله في صحة وعافية وأمد في عمره المبارك، أن أرحب بالحضور الكريم كل الترحيب. وفي الحقيقة أعترف بعجزي عن التعبير عن مشاعر الغبطة والسرور التي تغمر قلوبنا بهذا اللقاء العلمي، والذي يجمع كوكبا ساطعا من العلماء والمفكرين الذين عقدوا العزم على إسراء هذه الندوة ببحوثهم العلمية القيمة وأفكارهم النيرة التي تنبع من معين صاف، معين الإيمان بالله والتفاني في محبة حبيبه صلى الله عليه وسلم، الذي لا يكمل الإيمان إلا بها، أي بتلك المحبة، كما ورد في الحديث الصحيح والذي رواه البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فاسمحوا لي أيها الأحباب بالتعبير لكم عن الشكر الخالص لما تحملتم من مشاق السفر اقتداء بمثلكم الأعلى، وهو الباب المفتوح لكل من يريد الولوج إلى حضرة الحبيب المصطفى، إلى حضرة الحبيب المصطفى الشيخ رضي الله عنه، احتفالا بهذا الحدث العظيم، ذكرى ميلاد من أرسله الله رحمة للعالمين، الذي كانت بعثته والكتاب الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الحضور الكرام، إننا نرى أن اللجنة العلمية قد اختارت تركيز جهودها في دعوة الباحثين الأكفاء المشاركين في أعمال هذه الندوة إلى التفسح في رياض دواوين الشيخ رضي الله عنه، كمثل هذا الموضوع الذي سيتناوله إن شاء الله السيد الفاضل والعالم الكبير محمد يحيى القاضي بن محمد طلبة تحت عنوان مكانة المديح النبوي في فكر الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، لاقتطاف ثمار عوارف المعارف الإلهية والإشارات الربانية والمواضع الأخرى كديوان جبر الكسري في مدح الشفيع يوم الحشر
وإكسير السعادات التحليل النصي للديوان. ندعو الله لهم بالتوفيق التام، ولكل أولئك الإخوة والأخوات الذين ضحوا بالنفس والنفيس ليشاركونا ما يجنيه الباحثون من درر المعاني من تلك الجنان التي لا تنقطع ثمارها اليانعة، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لنخلد فيها إلى الأبد. فالله يجازيهم عن الحضرة أحسن المجازاة. أيها السادة، لا يسعني في هذه العجالة إلا التذكير بأننا نحتفل اليوم بهذا الحدث العظيم، وفي هذه الليالي المباركة أيام الفلاح والسرور في هذا البلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه، وهم الرجال الذين وصفهم الشيخ بأن ذوقهم في الله وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحاتم، وأن بلده هذا المبارك من كادها فليس ذا بضائر جرت ذيولها على الحواضر. أيها الأحباب، إنني لأغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم مرة أخرى الشكر الخالص لجميع من قبلوا دعوة المشاركة في هذه الندوات وتحملوا كثيرا من المتاعب والتكاليف، خاصة أولئك الذين أتوا من بلاد بعيدة ومع تحمل تكاليف سفرهم وأتوا للمشاركة في هذه الندوات. والله يجازيهم عنا كل خير. وأخيرا أدعو الله للجميع بدوام التوفيق، ويتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kon daal ci gàttal dama doon wax rek ay baat ngir tatagal gan yi ci turi mbooloo mi nga xam ne ak kilifa yi nga xam ne ñoo jiite jotaay bi, muy Cheikh Ahmed Boucar mi nga xam ne moom lañ dénk lajna al ilmiya bi aju ci Ansaruddin, di wax itam ci turi rais jamiyati Ansaruddin Cheikh Mouhamad Mounhamina mi nga xam ne mi ngi toog fii ak ñun di bokk ak ñun jotaay bi, waaye itam ci turi xalifa Cheikh Mouhamad El Mahi Ibrahim Niass. kon ñi ngi tàttagal ñëpp di leen wax ne marhaban bikum ci seen dëkk, ñi ngi leen di tàttagal ci seen dëkk bu tedd bi nga xam ne mooy dëkk Mawlana Cheikh Ibrahim. wa kullu aamin wa antum bi alfi xayr. assalaamu aleykum. وإيماني أضاء